99% من اللي بيعملوا اعلانات مموله كلهم بيفشلوا. تعال اقول لك ليه. اول سبب ان هو بيعمل اعلانات. اول حاجه حضرتك لا في استراتيجي ولا في بلان ولا في حتى التيست عشان تشوف المحتوى ده ناجح ولا لا. فتروح حضرتك زي الشاطر تروح لحد بيعمل اعلانات اللي هم بتوع 1000 جنيه اعلان ممول ل5 ايام، ده تمام وهنوصلك مش عارف ايه، ياخد منك ال 1000 جنيه ويديك على قفاك، مفيش نتائج ولا في اي حاجه، عشان انت في الاخر محتاج ميديا باير يمسك لك مشروعك. مفيش حاجه اسمها يا جماعه اعلان ممول واجري. تاني حاجه مفيش اناليسيز للسوق خالص، لا انت شفت تسعيرك ولا شفت تسعير المنافس بتاعك ولا شفت تسعير اي حاجه. تيجي تعمل اعلان، طبعا المستهلك او اللي قاعد على الفيسبوك او انستجرام زي ما بيشوف اعلانك بيشوف اعلان المنافسين. في الاخر طبعا لو لا انت بتبيع ب 100 جنيه والمنافس بتاعك بيبيع ب 50 جنيه اروح اشتري منه هو. سهله ايه. ثالث حاجه بقى ودي اهم حاجه فيهم، ان انت حضرتك مش جايب مودريتور بيرد عدل، يعني واحد بيرد وخلاص لو سمحت ده بكام ده بكذا شكرا. لا شكرا ايه، تعالى افتح مع العميل حوار. فمن الاخر المودريتور ده ممكن يوديك في داهيه يجيب لك مبيعات الضعف. رابع حاجه بقى اللي عاجب المحتوى اكتب لي في الكومنتات، ما تنساش تعمل متابعه.